لكن بالنسبة له لأنه بيدخن فقد يكون عنده بعض الالتهابات في الرئتين نتيجة التدخين. لذلك أنصحه بشوربة الثوم. يعني يأتي بشوربة الشوفان مثلا أو أي شوربة يحبها ويضع فيها ثوم بكثرة ويشرب هذه ولو مرة في الأسبوع. شوربة الثوم تقضي على كافة الالتهابات الموجودة بالشعب الهوائية وتفتح الشعب الهوائية ولها تأثير عجيب على الأمراض الصدرية. حتى في فترة في حقبة من الزمن أصيبت فرنسا بمرض السل، اكتسح فرنسا بالكامل. فسبحان الله كان في قرية من قرى فرنسا، هذه القرية ما دخلها مرض السل. بعد ما عملوا الخبراء تجارب وعملوا الأبحاث على هذا الأمر اكتشفوا أنه كان في مرأة كبيرة في السن في هذه القرية، فكانت تجمع الأفراد الموجودين في القرية كلهم وتأتي بالثوم. كل يوم لازم أنهم يأكلوا 3 فصوص ثوم وتعطيهم ثوم بكثرة. حتى كانت تسميه هذه المرأة تسميه بالعام الثومي، دائما تعطيهم ثوم ثوم ثوم. فظهر أنه سبحان الله الثوم من أقوى المضادات الحيوية التي تحمي جهاز التنفس من الأمراض. سبحان الله. لذلك نحن الآن نعاني من مسألة إنفلونزا الخنازير ومسألة الربو ومسألة الكذا. إذا شعرنا بأي اضطراب في الجو وأي توتر في حالة الجو تؤدي إلى أمراض، أنا أنصح بالإكثار من الثوم قدر الإمكان. حتى الأطفال يعطوا الثوم ولو ما أكلوا هكذا في الطبخ. الطبخ لا يخربه، لله الحمد، يخرب رائحته، لكن تبقى فوائده وخصائصه كما هي. جميل.